بداءً التعريف بقانون الابتزاز الإلكتروني يضمن الجرائم الحديثة في العراق. نعم. استحدثت هذه الجرائم بعد الثورة الإلكترونية عام 2005 و6 وازدياد وسائل الاتصال، سواء كان مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا عن طريق الهواتف النقالة. الابتزاز الإلكتروني إحدى الجرائم التي تقع على الرجال والنساء على حد سواء، وأيضا على رجال الأعمال وعلى المسؤولين، سواء كان الشخصيات السياسية أو الدينية. نجد وتيرة هذه الجرائم تزداد بين آونة وأخرى حسب المواسم. أثناء فترة الانتخابات نجد هناك تسقيط سياسي وابتزازات تحصل، ليس فقط ذات نفع مادي، بعض المرات تكون ذات نفع أمور أخرى، وأيضا جرائم تصاحب الابتزاز الإلكتروني، سواء كان بأفعال الحصول على مال أو أفعال التكليف أو الحصول على منافع أخرى. نعم. القانون العراقي والمشرع العراقي لم نستطيع أن نقول لم يتوصل إلى إيجاد قانون لهذا الظاهرة. البرلمان في عديد من جلساته لم يقر هذا القانون. كان معضلة أمام أولا القضاة في تحديد الجريمة، وأيضا القانون الذي سيتعامل معه، لأنه هو أمام واقعة حصلت أو حادثة أو جريمة حصلت. وأيضا الشرطة في هذا المضمار أيضا يجد صعوبة ومشكلة في معاقبة الفاعل. المشرع العراقي أو القانون العراقي لم يعالج. حصل بعد حصول هذه الجرائم القضاة أيضا محددين بقانون، وهناك جهات أيضا تشرف على أعمال القضاء، وهناك محامين للدفاع. ليس من السهولة تطبيق قانون آخر على الابتزاز الإلكتروني. تعاملوا معه وفق مواد التشهير، وأيضا وفق المادة 430 و433 و435، سواء كان بتهديد أو صاحبه نفع مادي. وهذه العقوبات تختلف ما بين سنة إلى 3 سنوات، وإذا صاحبه ظرف مشدد كأن يكون الابتزاز لغرض منفعة أخرى يعد ظرفا مشددا، أو إذا كان عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو التشهير العقوبة ترفع إلى 5 سنوات. وهذه الجرائم تحدث بشكل يومي. هناك بعض الجرائم كشرطة مجتمعية تقوم بحلها بالطرق السلمية، إذا كانت قد وقعت على فتاة أو على امرأة تقوم بحلها بطرق سلمية. إذا لم يتوصل إلى الفاعل أو لم يكن بمقدوره حلها بشكل مبسط، سيكون هناك أمام دعوة قانونية، وهناك أيضا ظرف مشدد. دائما الحالات الابتزاز الإلكتروني الذي تقع على الفتيات يكون التشهير معه أيضا، فهذا يعد نعم. ظرف مشدد يعاقب عليه القانون بالحبس 5 سنوات. نعم. العدد أو نسبة حالات وجرائم الابتزاز الإلكتروني وأيضا التهديد الإلكتروني، هل نسبته يعني خطيرة في مدينة كركوك؟ نعم، هناك حالات لا تصل إلى الشرطة. نحن أمام واقعة قانونية وإحصائيات. الموجود لدينا في تصاعد، وهناك أيضا مئات الحالات لا تصل إلى الإحصائيات، لا تدخل ضمن الإحصائيات، تحل بطرق أخرى، سواء دفع أموال أو منافع أخرى. هذه لا تصل إلينا ولا يتم حلها. وأيضا هناك الشرطة المجتمعية أيضا عندما تقوم بحل المشاكل أيضا لا تدخل ضمن إحصائية الجرائم، باعتبار هذه الواقعة قد تم حلها بشكل ودي قبل وصولها إلى القضاء وقبل وصولها إلى مراكز الشرطة. هذه الجرائم في تصاعد مستمر منذ عام 2005 و6 ولحد الآن.
والمفترض أنه البرلمان العراقي يشرع قانون لغرض معاقبة الجنات وأيضا الحد منها، وأيضا إلزام وسائل التواصل الاجتماعي سواء كان هيئة الاتصالات بعدد من الأمور المقيدة بغية السيطرة على كافة المواقع وتحديد هوية الجنات. وأيضا الحاجة إلى تحديد جهة فنية تشارك في عملية الكشف على المبتزين. الآن نتعامل عليه وفق القانون أعطى الحق لجهاز الأمن الوطني في التحقيق في هذه الحالات. نعم. لابد من إشراك جهات أخرى أيضا معهم بغية السيطرة على هذه الظاهرة والقضاء عليه. نعم، يعني إذا أحد أنه كان ضحية ابتزاز إلكتروني، شنو أول خطوة لازم يتخذوها حتى يعني أنه يعني يوقفون هاي الابتزاز أو هذا التهديد؟ هل هناك خط ساخن أو أي شيء؟ نعم، بداء إذا كان الضحية أو المجنى عليها امرأة وتريد تجنب المشاكل وتريد تجنب الفضيحة، هناك الشرطة المجتمعية تقوم بمعالجة هذه الحالة. هناك عنصر نسوي تعمل في هذا المجال، ولدينا أيضا ضابطات في الشرطة المجتمعية وعناصر كفؤة بإمكانها التفاوض وأيضا الدخول في حل هذه المشكلة. واستطاعوا بذكائهم وأيضا بخبرتهم في هذا المجال الحل الكثير من المشاكل دون وصولها إلى القضاء، تجنبا للفضيحة. للمجتمع العراقي مجتمع ديني متحفظ نوعا ما، صحيح. لا تقبل بهذه الفضائح وهذه التشهير، ويكون إحراج للفتاة أو المرأة وخوفها من عائلتها وأخوانها بالوصول إلى المحاكم. صحيح. ووصول إلى جهاز الأمن الوطني بحل هذه المشاكل. يقوم الشرطة المجتمعية بشكل سري التوجه إلى الدار أو عن طريق الاتصال بحل هذه المشكلة دون إثارة دعوى قضائية وتجنبا للفضائح. هذه كخطوة بدائية. أما إذا كان لم ينفع هذا الأمر، فجهاز الأمن الوطني تقوم باستقبال هذه الدعاوي عن طريق أي مواطن يقدم شكوى أمام السيد قاضي التحقيق في محكمة كركوك، ويقوم بتحويل عارضة الدعوة إلى جهاز الأمن الوطني وتبدأ التحقيق. وخلال مدة وجيزة لديهم القدرة والقابلية على كشف هوية المتصل، سواء كان هذا الشخص موجود داخل العراق أو خارجه، أو أيضا في محافظة كركوك أو خارجها. لديهم أجهزة تتبع حديثة يستطيعون كشفها، والمواطن يكون مطمئن وصوله إلى هذا المكان، تحفظ الجهة وسرية الدعوة، وأيضا قدرتهم وسرعتهم في كشف الجرائم جيدة. بإمكان المواطنين التوجه أو أي شخص تعرض إلى ابتزاز التوجه إلى جهاز الأمن الوطني وتقديم دعوة وصولية بحق المبتز. نعم. هل يعني أكو تعاون من قبل الضحايا وأولياء أمورهم معكم للقبض على المبتزين، وأهمية التعاون يعني إلى أي مدى مهمة؟ نعم، الجرائم ابتداء تحصل المواطن تعود إلى التوجه إلى مراكز الشرطة. مراكز الشرطة أيضا تستقبل الدعاوى وتحيله إلى جهاز الأمن الوطني. وردتنا يوم أمس أيضا معلومات حول قيام مجموعة من الأفراد بالابتزاز الإلكتروني على عدد من الأشخاص ومساومتهم بالمال، وأيضا تهديد المواطنين وإطلاق النار على منازلهم في سبيل الحصول على منافع مادية بعملية أمنية وبإشراف مباشر من قبل السيد قائد شرطة كركوك ومديرية الاستخبارات والأمن العسكري التابع لوزارة الدفاع، وأيضا قوة السواتة التابع لمكتب قائد الشرطة، من القبض على 3 متهمين خطرين. أيضا كان موضوعهم أيضا ابتزاز وتهديد المواطنين بالإرهاب. تم توقيفهم وفق المادة 4 إرهاب، والقبض عليهم داخل مدينة كركوك. كان بحوزتهم مسدسات وأسلحة وأيضا دراجات نارية يستخدموها لإطلاق النار على منازل المواطنين وترهيبهم مقابل دفع المال. هذه تأتي كخطوة إيجابية للقبض على هؤلاء الأشخاص وهؤلاء المبتزين. وأي مواطن
يستطيع أيضا إعلام عمليات شرطة كركوك على الأرقام الساخنة 113 و345 في سبيل توفير المعلومات أو تزويد المعلومات لجهاز الشرطة حول هؤلاء الأشخاص وتعرضهم لحالات الابتزاز، وتدخل الشرطة لحل ومعالجة هذه الأمر. نعم. بما أنه تحدث عن الدراجات النارية، يعني لنرى شنو يعني أكثر الجرائم الدراجات النارية اللي يصير هسه بالمدينة. نعم، الدراجات النارية مشكلة لجهاز الشرطة وأيضا المواطن هو مبتلى. الأسعار التي تأتي بالدراجات النارية أسعار بسيطة، و بأسعار لا تتجاوز 300 ألف أو 400 ألف إلى تصل إلى حدود $2000 للدراجة النارية. لكن هناك دراجات نارية بسيطة المواطن لم يقم بتسجيله، وأيضا هناك دراجات لم تسجل، وعدم وجود لوحات وعدم إمكانية تتبع عبر كاميرات المراقبة وعبر المناطق والتخفي في الأفرع والأزقة الضيقة التي لا تتوفر فيها إمكانية متابعتهم. نجد أكثر الجرائم التي تحصل يستقلون دراجة نارية لسهولة صحيح. الهروب، رخص أسعارها، وأيضا عدم وجود لوحات للاستدلال لصاحبها الشرعي وكيفية وصوله إلى جماعات المسلحة. هذا كان محط المشكلة لقوات الشرطة لمنع الدراجات النارية في الداخل، وأيضا على مديرية المرور أيضا سرعة إكمال اللوحات، والمواطنين أيضا مراجعة مديرية المرور لغرض التزود بهذه اللوحات الأصولية. بوصول هذه اللوحات قوات الشرطة لن تحاسب أي دراجة نارية إذا كانت مرقمة ولديها لوحة أصولية ولديه إجازة سياقة. إما غير هذه الحالات فهو معرض للمسائل القانونية، ويتم ضبط الدراجة والقبض على حائزها وإحالته من المحاكم. نعم. قبل فترة كان أكو حكي إنه راح تخلون كاميرات في الأماكن العامة، وين وصلت هاي الخطوة؟ المشروع الوطني تم إنجازه تقريبا بنسبة 70%. تم إكمال مد الخطوط الإنترنت لهذه الكاميرات عبر الطرق الحولية. هناك منظومتين، منظومة من الحكومة المحلية في محافظة كركوك ومنظومة وفرتها وزارة الداخلية. المنظومتين تعمل في آن واحد لمتابعة الطريق الحولي في أطراف كركوك والسيطرات، وأيضا المنظومة الثانية لمركز المحافظة. تقريبا وصلنا إلى مراحل متقدمة سيتم إكمالها، وهذه مهمة لجهاز الشرطة. بمجرد الجلوس في مركز العمليات يستطيع متابعة أي شخص ويستطيع متابعة أي عجلة وكيفية حصول أي خرق أمني داخل المدينة عبر هذه الكاميرات، وهذا يوفر علينا جهد وسرعة في الوصول إلى الجرائم. بإمكاننا بعد إكمال هذه المرحلة بإمكاننا كشف الجرائم بسرعة أكبر من الموجود حاليا، وأيضا عدم إفلات المجرمين من العقاب ووصولهم سواء كان داخل المدينة أو إلى خارج المدينة أيضا. نعم. شنو خططكم لشهر رمضان؟ شنو خطط قيادة شرطة محافظة كركوك؟ نعم، قيادة شرطة محافظة كركوك كالسنوات السابقة لديها خطة أمنية لشهر رمضان. هذه الخطة الأمنية توضع بإشراف قيادة عمليات كركوك، ويشرف عليها قائد الشرطة ميدانيا داخل المدينة. سيكون المدينة بأكملها تحت حماية الشرطة، ونوفر الحماية الأمنية لجميع الأمسيات الرمضانية داخل المدينة. نعم. وندعو المواطنين أيضا إلى التعاون مع القوات الأمنية وعدم الجلوس أو استغلال الأرصفة والأماكن العامة لإقامة الأمسيات الرمضانية اللي صعبة توفير الحماية لها في هذه الأماكن المفتوحة. إما باقي الأماكن المسيجة سواء كان هناك وجود سياج أو قاعات أو أماكن أخرى سيتم توفير الحماية لها بشكل أصولي لأثناء بعد الإفطار، وأيضا انشغال القوة أيضا لحماية الأسواق العامة، لأن راح نشهد زخم في الأسواق والتبضع لشهر رمضان، وهذه
أمور تأتي ضمن هذه الخطة الأمنية المتكاملة. وأيضا يتم حماية جميع الجوامع والحسينيات أثناء صلاة التراويح. نعم. هذه كقاعدة عامة نستخدمها خلال شهر رمضان بتوفير الحماية للمواطنين. نعم. بما أنه نتحدث عن الظواهر والجرائم اللي تصير، خلينا نتحدث عن ظاهرة التسول هم. يعني شنو خطواتكم حتى أنه يكون حد لهذه الظاهرة؟ نعم، القانون العراقي عالج التسول سنة 1969 بموجب القانون 111 بالمادة 390. المادة 390 من قانون العقوبات العراقي تنص: كل من وجد متسولا وله مورد عيش وقد أتم 18 من عمره وكان هذا المورد ذات نفع يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن شهر. نجد هذا القانون قديم، قانون كان في العراق أو في كل محافظة متسول أو متسولين لا يتجاوزون العدد، لكن اليوم أصبحت ظاهرة تستغل، والمواطن أيضا هو الشريك في هذا الموضوع. تعاطف المواطن ودعمه لهؤلاء المتسولين كان السبب الرئيسي في زيادة أعدادهم. نجد أن هذا القانون قانون قديم، وفر 3 شروط: أولا أن يكون قد تم 18 وله مورد عيش، وهذا المورد أيضا فيها نفع مادي لكي يستطيع العيش ومن خلاله. وهذا الشروط ال3 لا تتحقق في جميع المتسولين. يستغل من قبل أيضا المحامين والبقية في إفلات المتهم من العقاب. نجد أن المتسول يتم توقيفه من قبل الشرطة هذا اليوم، وبنفس اليوم يتم إطلاق سراحه. تسجل دعوة، القضاء أيضا مجبر على تنفيذ المادة القانونية الموجودة والمادة التي لم تعدل منذ سنوات عديدة وفق المادة 390، ويتم إطلاق سراحه. والعبء الأكبر هو على كاهل الشرطة وعلى المحاكم تقع، وأيضا المواطن هو السبب في هذا. المواطن يتعاطف مع الأشخاص والأطفال والنساء الموجودين في التقاطعات ويقومون بإعطاء مبالغ مالية، لا يعلمون أن هذه المبالغ المالية أولا هي تشجيع لبقائه، وأيضا تشجيع لجلب مزيد منهم. وهذه الأموال لا تذهب للمعيشة، هذه الأموال تجمع ولأمور أخرى، لشرب الكحول، لأمور لا نريد التحدث عنها، وأيضا لشراء المخدرات. نعم. وأيضا الجرائم الأخرى. والطفل أو المرأة التي تكون في التقاطعات لن تخرج معلم ولن يكون طبيبا، يكون مجرم في المستقبل. الأطفال هم ضحايا في هذا المجال. جميع الأطفال تركوا مدارسهم، موجودين موارد عيشهم بين 30,000 إلى 100,000 يوميا يشتغل من قبل آبائهم. وهذه الأموال صراحة نحن كشرطة كركوك قمنا بالتحري والقبض على هؤلاء الأطفال، وعندما نجد في دورهم نجد أن الأب يقوم باستغلال هذا الطفل لشراء مشروبات كحولية والجلوس في البيت وقضاء الدعارة وأخرى، وهذا الطفل هو ضحية يقوم يوميا بالذهاب إلى التقاطعات المرورية للحصول على مبالغ وإيداعه لدى الوالد. لكن المواطن عندما لا يدفع لهذا الشخص أو هذا الطفل يوم، يومان، 10 أيام، هذا الطفل سيرجع إلى البيت بدون مورد. سيكون الأب في هذا المجال يقوم بنفسه بالحصول على مبالغ، وهذا الطفل يبقى سواء كان في المدرسة أو في البيت، إما بإعطاء المبالغ وتشجيع له وتدمير أيضا لمستقبل هذا الطفل. هذا الطفل سيكون مجرم في المستقبل، لأن الذي يتسول ويزعج المواطن بأخذ الأموال ويضايق المواطنين في عجلاتهم أيضا لن تتوقع أن يكون معلما، وإنما يكون مجرما في المستقبل. صحيح. هو نسمع عن قانون حصر السلاح، شنو هذا القانون وهل تم العمل به في محافظة كركوك؟ وزارة الداخلية أطلقت استمارة إلكترونية نستطيع أن نقول إنها الأولى في العراق في تاريخ الدولة العراقية أن يسمح لمواطن اعتيادي بامتلاك سلاح
داخل منزله دون حمله. هذا أحد الشروط. تواجد السلاح في الدار سواء كان لحفظ المال أو للدفاع عن النفس وليس لأمور أخرى، وأن يحفظ في مكان جيد داخل صندوق ومقفل. وزارة الداخلية أطلقت استمارة إلكترونية عبر بوابة أور الإلكترونية، وبإمكان أي مواطن عبر مكاتب الاستنساخ الموجود في المناطق السكنية أو في المحلات التجارية بالتسجيل أيضا. وهذه الاستمارة بدون مقابل، لا يوجد شرط دفع وصولات أو رسوم مالية. المطلوب فيها 3 مستمسكات فقط، زائدا رقم السلاح يسجل ابتداء في هذه الاستمارة. وبعد أسبوع أو أقل من الأسبوع يتم الاتصال بالشخص والتوجه إلى داره من قبل مركز الشرطة المعني وضابط الأسلحة. يتم فحص السلاح ليوم واحد مع إطلاقتين لغرض الفحص، ويعاد بنفس اليوم السلاح إلى المواطن ويتم تزويده باستمارة إلكترونية. هذه الاستمارة الإلكترونية تبقى لديه لحين صدور الهوية الدائمية من وزارة الداخلية العراقية خلال مدة محددة، بعد أن يتوفر لديه إجازة حمل السلاح وحيازة السلاح وليس حمل، حيازة السلاح داخل الدار. هذا المواطن في مأمن من المساءلة القانونية وفي مأمن من مصادرة السلاح، وبإمكان أثناء تواجد القوات سواء كان في تفتيش الدور السكنية أو أثناء مداهمة الدور في إبراز الهوية السلاح مع السلاح، ولا يستطيع أي قوة من مصادرة هذه السلاح. وأيضا هنا تحت هذه القانون المواطن يستطيع الدفاع عن نفسه إذا حضر أو دخل لص إلى داره أو شخص قام بالاعتداء عليه واستخدم السلاح، يكون هنا الشخص في حالة دفاع عن النفس، وأيضا هناك تجاوز على القانون. القاضي يسأل: أنت دافعت عن نفسك بالسلاح، أين رخصة السلاح؟ صحيح. أين السلاح؟ تصادر السلاح ويعرض إلى المساءلة القانونية مع أنه الشخص أو المواطن في حالة دفاع عن النفس. فهنا القانون الوزارة الداخلية عالج هذا الموضوع بإعطاء حق أو حيازة لهذا السلاح بشكل أصولي. المواطن عندما يمتلك سلاح داخل داره ومسجل أصوليا لن يتعرض إلى مساءلة، وأيضا يستطيع الدفاع عن نفسه بكل حرية، ولا يقبل من أي جهة مصادرة هذا السلاح. وهذا السلاح هو ملك شخصي. ونعيد الكرة، هذه الإجراءات تأتي في سبيل حماية المواطن أولا، هذا كشكل لحماية المواطن ينتفع من هذا الميزة. وأيضا كوزارة الداخلية نقضي على ظاهرة بيع الأسلحة، لأن كل شخص إذا امتلك سلاح لا يحق له بيعه أو استبداله، هذا السلاح يكون ملك شخصي. نقضي على ظاهرة بيع الأسلحة والتجارة بها، وأيضا نقضي على ظاهرة وصول السلاح إلى المجاميع المسلحة والجماعات الإرهابية. الشخص هو مسؤول عن السلاح، إذا هذا السلاح وصل إلى أي شخص مسلح أو إلى أي شخص إرهابي، هذا الشخص أو مالك السلاح سيكون تحت المساءلة القانونية من قبل القوات الأمنية. نحن كقوة أمنية استفدنا من هذا الشرطين، والمواطن استفاد أيضا من حيازة السلاح برخصة، وأيضا لن يكون هناك تهرب أثناء المداهمات، يكون هناك اتصالات عديدة. الشرطة تأتي تداهم الدور ويقوم بإخفاء سلاحه. اليوم لا حاجة لإخفاء السلاح، السلاح موجود ولا بدون برخصة أصولية. وحتى في حال حصول أي اعتداء على المواطن أثناء استخدامه لن يكون تحت مساءلة قانونية لمادة 27 من قانون الأسلحة أو مصادرة السلاح، لأن هذا السلاح شخصي لهذا المواطن. صحيح. وندعو المواطنين كافة اللي يمتلك سلاح التوجه إلى مراكز التسجيل في الإلكترونية أو في البيت للتسجيل عبر بوابة أورا الإلكترونية ليكون في مأمن من المساءلة القانونية. تمام. في الأخير شنو أهم النصائح من قبلكم للمواطنين؟ نعم، نصيحتنا أنه أي تعرض سواء كان عنف أسري أو ابتزاز إلكتروني أو معلومات عن المخدرات، الاتصال على الأرقام الساخنة لقيادة شرطة كركوك 113 وأيضا 345 سنجد الشرطة خلال دقائق تصل إلى محل الجريمة. وفي حالات أيضا الابتزاز الإلكتروني إذا كان هناك تخوف
من الوصول إلى الجهاز الشرطة أو جهاز الأمن الوطني. إذا كانت الضحية من النساء استطاع التواصل مع الشرطة المجتمعية، أيضا تقوم بدورها في معالجة الخلل والفضيحة خلال نعم. مدة وجيزة دون إثارتها في المحاكم أو في خلال الدعاوى. شكرا لوجودك اليوم في استوديو صباح الخير. شكرا لك جزيلا. شكرا لكم.